هل المصريين القدماء عرفوا الكهرباء؟ لا لا لا، احنا بس اغلب معلوماتنا غلط. المعلومة الحياتية اليومية دي غلط. في معبد دندرة الموجود بمحافظة قنا، موجود أسفل المعبد في سرداب منحوت على جدرانه نقش بارز وغريب جدا، عبارة عن راجل ماسك بإيده حاجة أشبه ما يكون بغطاء زجاجي على شكل كمثرى، وبداخله نقش الأفعى طويلة متموجة، وكمان متصل من الأسفل بقاعدة صغيرة على شكل زهرة اللوتس، ومتوصلة كمان بسلك طويل بجسم مربع كأنه بطارية. لو ركزت كويس في المنظر هتلاحظ إن الشكل ده أقرب حاجة ممكن تكون له مصباح كهربائي، وعلى الناحية التانية منظر أغرب منه، عبارة عن قرد بجسم إنسان ماسك سكاكين، ودي علامة تحذيرية من خطر الصاعقة الكهربائية. دي نظرية اتطرحت حوالين النقش الغريب ده، وعلماء الآثار لما ترجموا الكتابات الهيروغليفية الموجودة قالوا إنها مجرد احتفالات برأس السنة، لكن حتى الآن محدش قادر يفسر الشكل الغريب اللي قدامنا ده.